السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده بلح الشام بطريقة سهلة جدا بسيطة، هيطلع معاكي لونه جميل جدا وكمان مقرمش. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض. هنجهز كده اول حاجة الشربات. نزلت كده بكوبايتين من السكر، هضيف لهم كوبايتين الا ربع من المية. احنا عايزين الشربات يكون معانا تقيل شوية. وكمان هضيف له كده نص عصير ليمونة، وعلى النار كده لمدة 12 دقيقة. وكمان هنضيف له كده وهو على النار معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، بيدي لمعة جميلة جدا للحلويات. هنسيبه كده يبرد على جنب. وكمان هنضيف له باكت من الفانيليا بس في النهاية خالص. هسيبه كده على جنب. وفي طاسة كده على النار هضيف لها كوباية ونص من المية. طريقة سهلة جدا بسيطة جدا، مقادير بسيطة خالص. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. هضيف لهم كده ربع كوباية من الزيت. اول كده ما يبداوا يغلوا معايا هضيف كده رشه بسيطه خالص من الملح. وكمان هنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق. الشربات جاهز معايا. هضيف له كده باكت من الفانيليا وهسيبه على جنب يبرد. لازم طبعا الشربات يكون بارد خالص معايا. نزلت كده بكوبايتين الدقيق، وهبدا طبعا بمعلقه خشب كده عشان تعرفي تقلبي كويس. بتبداي كده طبعا بتقلبي الدقيق كويس جدا عشان يتشرب الميه كلها. وكمان ما يكونش فيه اي تكتلات. وتتاكدي طبعا ان الدقيق خلاص شرب الميه كلها. تبداي كده بتقلبي كويس جدا. اهم خطوه هنا بتكوني طبعا بتهدي النار اول ما بتنزلي بالدقيق. هي وصفه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله يطلع معاكي جميل جدا. بدأنا كده نقلب كويس خالص. اهم حاجه نتاكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق في العجينه. بالمعلقه الخشب كده بتقلبي كويس جدا. وخلاص اتأكدنا كده. هنبدأ كده نرفعه من على النار عشان نبدأ نبرده مع بعض. طبعا بتبدأي كده بتقلبيه كويس جدا، لازم يبرد معانا. وما ينفعش طبعا نضيف عليه اي اضافات تانية لغاية ما يبرد خالص. بتبدأي كده علشان تتأكدي ان هي بردت معاكي. خلاص هي كده ما شاء الله. هنبدأ كده طبعا بتتأكدي ان هي بردت معاكي، ان انت بتستحملي طبعا لمسها بايديكي. معايا كده 3 بيضات. ضفت لهم كده باكت من الفانيليا. هتنزلي كده بيضة ببيضة وتبدأي كده تعجني. وصفة سهلة جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوها. اول ما بتتأكدي ان العجينة شربت معاك اول بيضة، بتنزلي كده بالتانية. نزلت كده بالبيضة التانية، وهبدأ كده طبعا اعجن كويس جدا. نزلت كده بالبيضة التالتة، وهبدأ كده طبعا اعجن. طبعا الجلافز هنا ما كانش مساعدني خالص. فانا هبدأ كده طبعا اشيله خالص. وهلم كده العجينة، وكمان هنقلها كده ببولة تانية عشان تكون طبعا في بولة نضيفة شوية. هلم كده العجينة وهنرجع كده مع بعض تاني. لميت العجينة كده، وجبت كمان طاسة كده فيها زيت بارد، ومعايا كمان بلبلة بلح الشام. بتدهني كده طبعا الكيس الحلواني برشة كده بسيطة خالص او مسحة بسيطة من الزيت، علشان يساعدك ان العجينة تنزل بسهولة. لان عجينة بلح الشام صعبة جدا في نزولها من كيس الحلواني. وهنبدأ كده ناخد قطعة بقطعة من العجينة، وهنبدأ كده ننزلها. طبعا هي تقيلة خالص، فهبدأ كده انزلها بايديا الاتنين. وبالمقص كده بتدهنيه دهنة بسيطة خالص من الزيت. لازم البلح الشام ينزل على زيت بارد خالص. يعني اول ما بتنزلي كده بالكمية وتبدأي طبعا بتحمريها، بتستني خالص تطفي على الزيت لغاية ما يبرد تاني خالص معاكي، وتبدأي تاني تعملي الكمية التانية. بتنزلي كده طبعا. لو استخدمتي كيس من اكياس الحلواني اللي هي الكياس، او استخدام مرة واحدة بيفرقع معاكي، فطبعا استخدمي يكون عندك كيس حلواني يكون قماش. بيكون افضل طبعا في بلح الشام، لان العجينة بتاعته بتكون
صعبة جدًا في نزولها. أنا شوفي أنا هنا باضغط بإيديا الاتنين. هنبدأ كده نخلّص الكمية، وطبعًا هنرفعهم على نار عالية أول كده ما بتبدأ البلحة كده تعوم كده معاكِ في الزيت. خلاص بنهدّي النار علشان تطلع معاكِ لونها مقرمش وجميل. طريقة سهلة جدًا وبسيطة، اتبعي الخطوات وإن شاء الله يطلع معاكِ جميل جدًا. تعملي طبعًا الحجم الصباع اللي أنتِ عايزاه. أنا هنا عاملاه متوسط، وهنبدأ كده نرفعهم على النار. أول طبعًا ما بيبدأ كده بلح الشام يعوم، طبعًا ما بنقلّبش خالص عشان ما تضيّعيش الرسمة بتاعته. بشوكة كده بسيطة خالص هنهدّي النار وهنبدأ كده نقلّب مع بعض. وكمان الشربات جاهز معايا، سِبته كده بِرِد على جنب. بتقلّبي كده بالراحة خالص، هو خلاص بيطفي كده على الزيت من فوق أو بيعوم. خلاص بيكون كده بتبدئي كده بتقلّبيه. أهم حاجة تهدّي النار عشان يطلع معاكِ لونه جميل جدًا وموحّد وكمان مقرمش. وبتبدئي طبعًا ما بتسيبيهوش خالص، بتبدئي بتقلّبي لغاية ما ياخد معاكِ اللون الدهبي الجميل. ده طبعًا لونه فاتح لسه، أنا باوريه لِك يعني مقرمش جدًا قبل كمان ما يحمر. وصفة سهلة جدًا وبسيطة، إن شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربيها. بتقلّبي كده، لازم التقليب المستمر طبعًا في بلح الشام عشان اللون يطلع معاكِ موحّد. خلاص كده اللون ما شاء الله لون جميل جدًا. هنبدأ طبعًا أول ما بتخرّجيه من الزيت بتنزلي على طول في الشربات وبتسيبيه كده لمدة 5 دقايق، بتقلّبيه كويس جدًا. لونه ما شاء الله والرسمة كمان جميلة جدًا، طالع مقرمش وكمان ما شاء الله عليه جميل جدًا. هنخلّص كده الكمية عشان وقت الفيديو وهنرجع كده مع بعض تاني. أهم حاجة بلح الشام بتسيبيه كده 5 دقايق وهنبدأ كده نصفّيه في مصفى. بتصفّيه طبعًا وبتبدئي كده بترصيه وإن شاء الله هنقدّمه كده مع بعض. هابدأ كده أصفّيه، وطبعًا هاسيب الزيت يبرد خالص وبعد كده هابدأ أكمّل الكمية وهنرجع كده مع بعض تاني. طبعًا أنا خلّصت هنا الكمية كلّها عشان وقت الفيديو ووقتكم. بسم الله ما شاء الله طالع لونه جميل جدًا، اللون كلّه موحّد وكمان مقرمش. طعمه لذيذ جدًا. إن شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة. كل سنة وأنتم طيبين وفي رعاية الله.